قولي الو. الو. صباح الخير. تخيل. عاملين ايه؟ ايه. لو وحشتوني. تاني. وانا بحبكم. بحبته. قوم تعالوا كلوا معانا. انا تعالوا الو. كلوا كل معانا. انا قولوا السلام عليكم. قولي يلا عشان نكلمهم يلا. مكركو. طب روح يا اسماء. صباح الورد وصباح الفل والياسمين والجوال عليكم وعلى البت القمر سمكة العسل دي. عاملين ايه يا رب؟ تكونوا بخير باحسن حال يا رب. اظن مفيش احلى من الصباح ده بقى ان اسماء بتصبح عليكم وبتكلمكم. إيه النهارده فيديو حلو زي اسماء كده وقمر زي اسماء كده. النهارده بصوا بقى عايزين نعمل ايه كاسات الشعريه دي. البرد طبعا او بالليل واحنا قاعدين كده عايزين ناكل حاجه حلوه. فطبعا مفيش احلى من حبه الشعريه في الشتا ده بالسكر. فانا ايه عملتها وقلت اما نفتكس فيها شويه يعني نغير في الطعم. المهم انا جبت الشعريه وحمرتها زي ما انتم شايفين وحطيت عليها 3 كوبايات ميه وسبتها بقى لما تستوي. انتوا عارفين الشعريه اصلا ما بتاخدش سوا خالص بتستوي في ثانيه. فهي بتخلص في ثانيه يعني. بعد كده قمت جايبه معلقه واحده بس كاستر. وقمت جايبه بس يا اسماء بطلي هبد برجلك. جبت معلقه كاستر وجبت شويه فانيليا حطيتهم على الكاستر. ولازم تفتكروا الفانيليا اكيد واساسي لان الفانيليا هي اللي بتحلي الطعم معانا بتعلي التيست قوي. وجبت لبن زي ما انتم شايفين بقى حطيته لان الشعريه زي ما انتم عارفين بتستوي في ثانيه. حطيت شويه فانيليا وهنحطهم على ايه على اللبن في ثانيه كده. بصوا يا دوبك دقيقتين بس كده ايه لفوا مع بعض وتقوموا رايحين صابين الكاسات دي. ما بتغيبش خالص ولازم تكون زي ما انتم شايفين كده سايله كده. بس يا اسماء لازم تكون زي ما انتم شايفينها كده ايه سايله. ايوه كده وتكتروا فيها يعني ما تخلوهاش ناشفه عشان تستمتعوا بالطعم. بقى جينا هي كده خلاص تمام بتاخد بس دقيقتين 3 بس مش اكتر. بنقوم رايحين بقى صبنا في الكاسات زي ما انتم شايفين. تعالي يا اسماء. عاوزه ايه؟ هتشوفي محمد؟ ماشي. راح تشوف محمد كده عشان تقول لي محمد جايه. المهم كده خلصنا خلاص كده. الحبة دول كانوا بتوعي انا استفردت بيهم. انتوا عارفين تحفة طعمها جميل قوي. وكلها كمان وهي سخنة تحفة. بصراحة هي ساقعة برضو جميلة بس وهي سخنة طعم تاني. هنا كده كنت خلصتها بقى وكنا اللي عايز يزينها بأي طريقة يزينها. انا كان عندي منجاية في التلاجة. منجاية كده اهي زي ما انتم شايفين في الفريزر. طلعتها وقلت ايه اكيد هيبقى طعمها حكاية لان طبعا المانجا دي العشق كله. فقلت اكيد هتبقى حلوه مع كاسات الشعريه دي فعملتها لقيتها بصراحه حلوه قوي قوي يعني بجد. فانا قمت جايبه المانجا حتى يعني ايه زي ما انتم شايفين كده ما كنتش مقطعها ولا مجهزاها ولا حاجه. انا جت في بالي كده وانا بزين الكاسات دي. قمت رايحه جايه ايه قمت رايحه حاطه لها قمت حاطه المانجا. وهنا بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين قطعنا المانجا. تعالي يا اسماء. تعالي يا روح. قولي الو. اللي انا وقعت وخالته بتتكلم. ده ايه دي مانجا. دي مانجا. معلش. المهم احنا بقى ايه زينا زي ما انتم شايفين الكاسات بالمانجا وعملنا 4 مانجا كده وحاجات كده يعني عملنا حركات. والمصحف كان طعمها حكايه. انا متلخبطه في الكلام بنت معايا لبخاني. المهم يا جماعه الفيديو بتاعنا لحد دلوقتي خلص خلاص كده لحد هنا خلص. وتصبحوا على خير واشوفكم على مليون خير ويا ريت تجربوها تحفه والله العظيم حكايه. ومحمد بيقول لكم انها جميله. هي تحفة اقسم بالله. كل واحد بقى يجربها عشان خاطر طعمها حلو قوي قوي قوي. يلا قول لهم يلا تصبحوا على خير. تصبح على خير. يلا سلام. سلام.